حبيباتي بالنسبه للدجاج هنايا عندنا 10 دجاجات كما كتشوفوا معايا. الى متوسطين الحجم هذا فيه 2 كيلو 200 هكذا. هنايا عندي كيلو د البصله اللي زدت شويه د الماء طحنته في المولينكس. غنستعملوا القزبر ومن بعد مسك قطعتهم صغيور. عندي هنايا اللب بالليمه وواحد الليمه مكموله وواحد 3 دروس د الثوم اللي طحنتهم في المولينكس مع شويه الماء كما كتشوفوا. غنستعملوا 3 د الزعفران على حسب اللون. كتعطي ضروري كنستعملوها في الدجاج الافراح اللي كتعطي اللون مزيون. عندي شويه قعقله بسيليسا، هذا هو مكون خطير بزاف كيعطي واحد المذاق مزيون. وطبعا خرقوم سكينجبير الابزار شويه راس الحانوت وشويه القرفه. بالنسبه للملح حنا ما نستعملوهاش حتى كنطيبوا المراق ديالنا كنقيسوهم على حسب الدجاج. عندنا مغسولين مزيان بالليمون وبالخل وبالملح. كما كتشوفوا الدجاج كيف كيرجع ابيض كيشعل. غنبداو هنايا كما كتشوفوا معايا كنقص كيلو البصله اللي قطعته اللي طحنته في المولينيكس مع شويه الماء. غنزيدو عليه عندي هنايا المعدنوس والقزبر. غنزيدو عليه العطريه اللي هكذايا. غنزيد هنا عندي اللب 5 الليمات وواحد الليمه مكموله اللي نقيناهم طبعا من المعطم. و غنستعمل 3 الزعفران كما قلت لكم. بهذا الشكل هذايا هو اللي كيعطي اللون. حنا باقي نستعملوا الزعفران شعره كما كنطيبوا الدجاج. غنستعملوا 2 معلقات كبار هكذا عامرين بالخرقوم. غنستعمل 3 معالق هيدا عامرين سكينجبير. طبعا كيبقى العطريه على حسب عدد الدجاج اللي عندنا. كما تكوني عندي 10 دجاجات. بالنسبه لي غنستعمل معلقه حتى ما خصناش نكثروا منها. نستعمل معلقه كبيره هكذايا ما نكثروش منه. هذا اصلا مطحون على اليد وحار. سميت القرفه نستعمل نص معلقه هكذايا ماشي عامره بزاف. عفوا هذاك راس الحالو القرفه الحالو هذا حتى هي نص معلقه. قاقوله بسلاسه منتا ما عملتهاش يعني حتى هي انا من غير شويه ما نعدلوش بزاف. قد هيدا كيعطي واحد المذاق مزيون بزاف بزاف من الدجاج ديالنا. يكونوا هادو هما المقادير اللي غنستعملو. وبالنسبه للدجاج حتى الملح حتى كنطيبوا المرقه ديالنا كنشوفوا واش ناقصين ملح ولا لا. حيت باقي غنزيدوا الزيتون مالح والسمن وداكشي. كما كتشوف معايا كنخلط المكونات مع بعضياتهم هكذا مزيان بهذا الشكل هذايا. وغنبدا نشرمل الدجاج ديالنا. كما كتشوفوا كنشرملوا الدجاج ديالنا مزيان. كنجيو هاد المنطقه ديال السكره كنحشيو فيها الصباع ديالنا هكذا باش كيدخل لي قانون هكذا. وبالنسبه للرجين تنغدا مش نردوهم هكذايا بعطياتهم بلاصتين. بالنسبه للدجاج من بعد ما بيتهم في التشاميله ديالهم دابا غاديتهم في الطنجره هكذايا. من بعد ما رقيت لهم الرجلين ديالهم دابا غنمرقهم شويه كيف شويه الماء عافاك جنات. حتى كنغطيوهم تقريبا كاملين بالماء ونخليوهم يطيبوا.
سوا الدجاج باقي مدالهم لا زيت لا والو، حتى كيبداو يغلي الماء هذا المرق. عاد كنزيدو الزيت والسمن والزعفران شعره وشويه الليمون معصر. عندي هنايا 2 ليمونات معصرين. غنزيدو الماء على هاد الدجاج ديالنا، وغنزيد لها 8 معالق هكذا د السمن. عندي هنايا هذا الزعفران الحر غنزيدو هكذايا. وبالنسبه للدجاج غنزيدو شويه من الزيت، غنديرو شويه مقدار 2 لامبات كبارين هكا د الزيت. غنخليو الدجاج ديالي يطيبو بهاد الطريقه هادي. مره كنحركوهم باش ما يلصقوش. بالنسبه للطنجره ما نغطيوهاش كامله، نخليوها غير هكا. ماما انا نخليهم يطيبوا ونرجع معاك. من بعد ما زولنا الدجاج اللي طاب المره الاوليه نص الدجاج، عملنا الدجاج اللي شطوه هذا ثم اللي قطعوه ونخليهم يطيبوا. هذا النص التحمير ديالو الدجاج. من بعد ما حيدناهم طيح زيت لهم ديك البصله مقطعه، 3 كيلو البصله مقطعه، وخليتها طابو مزيان. ديك البصل هاودو بحال هكا كما كتشوفوا. زدت عليهم الكبده الكبده والقلب اللي سلقتهم بشويه الماء وقطعتهم هكذا صغيورين كما كتشوفوا. باقا نزيد عليهم الزيتون اللي تا هو كنسلقوه بشويه ديال الماء زيتون مقطع خضر.